لكن اللي جنني انه يوم مباراة الاسماعيلي والاهلي ظبطوا واحد داخل مدرجات الالتراس. خلي بالكم انا بركز قوي على كلامي، مش مدرجات النادي الاهلي. مدرجات النادي الاهلي انا بسقف لها، بموت فيها، دي راس مال النادي الاهلي. لكن ظبطوا واحد داخل مدرجات الالتراس معاه 100 تذكرة هيروين. نقول كمان احمد مصطفى نصر، محامي مشطوب من نقابة المحامين، داخل مدرجات التراس الاهلي معاه 100 تذكرة هيروين، ومعاه جهازين محمول، ومعاه 10,000 جنيه حصيلة البيع قبل اللقاء. يعني كان معاه حوالي 100، انا من الحقيقة مش عارف الجرام بكام لسه، معرفش الحقيقة. يعني حصيلة البيع هيروين ومخدرات في المدرجات، موضوع كبير جدا في الفجر، موضوع كبير وجميل جدا في الفجر. هجيب الجرائد قدامي وراها كمان شوية. لو تبصوا حضراتكم على العناوين مش ممكن، الموضوع بيحذر بشدة للي بيحصل في المدرجات. المخدرات تصل إلى المدرجات والجماهير بتشم. أنا حذرت من المرة اللي فاتت ومحدش صدقني. شوفوا العناوين كلها قدامكم بتقول إيه. الأكتر من كده إنه هم بيفتخروا الحقيقة إن هم بيدخنوا الحشيش، وهم بيفتخروا الحقيقة إن هم بيعلموا بعض. وهقول برموز أخونا اللي في قطر ده، الأب الكبير بتاعهم بيقولوا له يا بابا، في قطر في شركة بتتكون من 3 حروف فيها بي ودبليو وسي. بيقولوا له يا بابا، عمره 34 سنة، مطلق وعنده بنتين. في الشاتنج بينه وبين صاحبته الجديدة بتقول له اصحى لي. قال له انا بعرف افوق، انا كل يوم لازم اكون مديها. وبدأوا يتكلموا على انواع المخدرات اللي بتدخل المدرجات بالكامل. بيتفاخروا ان هم دخلوا الماريجوانا مصر، بيتفاخروا بالحشيش، بيتفاخروا بالويسكي، بيتفاخروا بالال سي دي. دي اقراص، دي اختنا هي اللي بتروجها هناك. اختنا اول حرف من اسمها سين. انا بقول لكم اهو، سين هي اللي بتتعاطاها وبدأت تروجها او تروجها داخل المدرجات. الاغرب من كده لما تشوفوا الشاتنج بتاعهم او الحوار بتاعهم على المواقع وعلى بيتكلموا كده مع بعض، تتخضوا من لغة الحوار. يا ابن كذا يا بنت كذا، ده ابسط حاجة، ده البسيط، ده البسيط بالنسبة لهم. طيب انا شربت النهاردة كذا ولفيت كام سيجارة كذا. طب النهاردة الصنف كان جميل وكان عال العال، طب ما تيجي نضرب ما بين الشوطين، اصل انا كنت ضاربة سيجارتين قبل المباراة. ده كل ده موجود. يمكن حد فيكم مش مصدقني، تعالوا نتابع الصور نشوف هم بيفتخروا بالحاجات دي ازاي. انا النهارده برضه، لانه بكل اسف دول طلبة جامعة ودول ولاد ناس، وانا ضد كلمة ولاد ناس يعني ابوه استاذ في الجامعة ولا ابوه وزير ولا ابوه مدرس ولا لا. ولاد ناس يعني ولاد ناس، ولاد ناس والاهالي ما يعرفوش. بصوا حضراتكم، حرصا على يعني حاجات كتيرة. انا جايب
او مخبي الوشوش النهارده او مخبي العيون، دي اقل حاجه. ازازه الويسكي ده قبل المباراه لازم يروح يديها قبل المباراه. هنكمل عشان نعيش شويه ايه اللي بيحصل، وبيسعدوا جدا انه ينقلوا ده مع بعض. دول اتنين من كبار الالتراس برضو حرصا، مرضتش اوضح اكتر من كده. ازازه الويسكي دي جميله، والبيه ده بيلف سجاير. اللي قاعد ده وشوف المنظر قاعدين ازاي، ده بيلف سجاير حشيش اهي، اهو سجاير عليه. دول يعني عندي الاسماء الثلاثيه، واللي طالب فين واللي موظف فين واللي لان انا قلت انا هعرض. هددوني امبارح عبر الموقع. بصوا حضراتكم نكمل بقى. سيجاره بانجو، بصوا ده اول حرف منه اتش، ده اسم الشهرة لانه كان مغرم بابراهيم سعيد فبقى هيمة لانه مغرم بابراهيم سعيد. ده البيت تاني، ادي السيجارة. كل دول التراس، خلي بال حضراتكم لان هم مش مصدقين ان احنا عندنا كل المستندات اللي موجودة. ده كان معاهم واحد تالت في الصورة بس بطل الحقيقة يروح الاستاد. كل ده قبل المباراة او بعد المباراة مباشرة. على فكرة هم ما لهمش علاقة بالكورة. بصوا حضراتكم، بصوا سعادته في السيجارة المخدرات. ده برنامج رياضي اللي انا فيه، ده برنامج رياضي مش برنامج حوادث، مش خلف مش عارف القضبان، لا ده برنامج كورة. بس دول مشجعي الكورة الجداد، عشان كده انا بحذر كل اب وكل ام، امنع ابنك اللي يروح. دي راحت قعدت معاهم 3 ايام ماشي، دي راحت قعدت معاهم 3 ايام. دي الاشاره الشهيره بتاعتهم. ادي الحشيش اسمه هلا، الحقيقه ما بعرفش في انواعه، خبينا الوجوه برضه ما بيكسفوش. ادي حشيش تاني، كل ده من عندهم، من عند الالتراس. ادي بقى ايه، وبينقطوا ب5 جنيه. حشيش تالت. بصوا حضراتكم علبة السجاير محشية سجاير حشيش وحتة تانية جنبها وهلم جرة. ادي الشماريخ، كنت عامل لكم مسابقة. دول كام شمروخ؟ دول 70 شمروخ انا عديتهم او صاروخ. تخيلوا بقى لو الصورة دي، خلوها لي شوية ثبتوها لي شوية، لو الصورة دي، لو العدد ده اتفرقع مرة واحدة يموت كام واحد؟ ما هو ده يعمل انفجار، ده يعمل قنبله، ده زي القنبله بالظبط، ده زي القنبله بالظبط. ما القنابل بتيجي كده. دول اتكونوا كده، اللي بتتحط في اكياس الشيبسي، بتتحط في سندوتشات. بصوا بقى حضراتكم، لا ده دول كده لو اتفرقعوا بقى. تخيل بقى لو اتفرقعوا كده، حطوهم مع بعضهم وراح واحد ايه، ما هو مسطول مش في وعيه، مش في وعيه. فممكن واحد يقول له بقول لك يالا ما تيجي كده ايه نولع فيهم كلهم مره واحده، يقوم جاي عامل انفجار، يقوم جاي مكسر المدرجات، يقوم لنا 40 50 واحد. ويا عيني اولياء الامور متخيلين لاولادهم رايحين في نزهه. وبصوا بقى جماهير الاسماعيلي 1,500,000 جنيه كسرت مدرجاتها كمان. قال يعني دي الشطاره، ان انت يا باشا تكسر مدرجاتك وتعمل فيه كده. ودي الشطاره ان واحد يعمل كده ويدخل صواريخ. حد قال لك لعيب مدخل صواريخ، وحد قال لك مخرج مدخل صواريخ. بصوا الملعب بقى عامل ازاي. ده الشويه دول بس اللي انا جبتهم لكم، دول جزء بسيط جدا من اللي بيحصل. وتيجي في الاخر تقول غرامه 150,000 ودول يعترضوا ودول وغرامه 50,000 ونقل مباراتين او مباراتين بدون جمهور. شماريخ. نكمل. ده سعيد جدا فرحان ماسك اهو، قال لك انا معايا 4 هنا و4 هنا يعني 8. هولعها لكم. لك هولعها لكم، هنولعها. نكمل. خلي بالكم ادي الشماريخ برضو والصواريخ. خلي بالكم من الصورة اللي على التيشيرت، لان دي قضية خطيرة جدا. القصة ما وصلتش فقط انه الراجل بيروح يعمل شغب في المدرجات، لا هو مسطول.
انا بقول لكم، انا بجيب لكم بالصوت والصوره يعني. ده جيفارا، ده جيفارا. جيفارا ده هم بيحبوه قوي. يعرفوا جيفارا منين؟ ما تعرفش. قال لك اصله كان ثوري وبتاع ثوره وكان شيوعي ملوش دين. فهم دلوقتي داخلين في قصه جديده، مفيش نبي، مفيش رسول، مفيش قران، مفيش ربنا، مفيش دين. يقول لك ايه هنهزر؟ يعني تيجي تقول لاولاد منهم ايه، ما تيجي نصلي الظهر، ايه تصلي ايه؟ او لما يكون واحد مسيحي مثلا تقول له انت مثلا رحت القداس، قداس ايه؟ والاب والام متخيلين يا عيني ان ابنهم او بنتهم في المدرج بتتفرج على مباراه النادي الاهلي. انا لو اقول لكم شويه، انا طبعت الشاتنج ما بينهم، مش هقول الاسم البنتين، قلت لي بتاع بنات باين وبيشرب وكذا وكذا. عادي. وازاي مصاحباه؟ ما انا بقيت اشرب. تشربي ايه ومن ورايا يا سين؟ والله بشرب حشيش بس. هتلاقي حشيش، هتلاقي عشان ما اكدبش عليكي وفودكا كمان. ده نوع. تاني بيقول له طول القعده عمالين نشرب. تشربوا ايه؟ واد جدع قوي جاب معاه فودكا. عملنا افلام كذا وكذا وكذا، وخدنا ركن، ودخلنا الخيمه، وجبنا مرنده وقسمناها بالنص وزودناها فودكا. ليه كده؟ قال لك اصل البرتقان الفودكا بتتكسر بعصير البرتقان. الون ده فيلم تاني بقى يعجبك. انا ما اعرفش اصلا، بيقولوا لي الواين واين، انا والله ما اعرف اصلا، ما اعرفش الواين خمره، معلش متاسف. واين نوع خمره، متاسف جدا. بتتفتش ازاي يعني؟ هتلاقيها مش عارفه، او قالت له مش عارفه. هي لابسه بليس؟ لا مش لابسه بليس ولا حاجه، ما اعرفش جابوها منين. فتشونا، بس فتشت الشنط بس. انا اسم الاخت دي من الصدمه ما بقناش عارفين نعمل ايه. بتفتش في اماكن ما ينفعش. احنا اصلا ما كناش لابسين واسع، كنا لابسين ضيق، والامن اتخانق مع العيال 3 مرات. قلت لها انت عبيطه، او قال لها انت طول عمرك عبيطه. صوتي وقولي والله اللي اعمل لكم محضر هاتك عرض، وقتها كله هيتلبش ويبوس ايديكي ورجلك المره الجايه. اصل الصدمه الاولى لها مفعولها. حوار تاني. امال عامله فيها عربجيه وعصبيه؟ ده انا ياما اتخانقت وضربت مخبرين عشان التفتيش و بقول لك ايه، سيبك من القوانين بتاعت مصر والكلام الفارغ ده، خدي حقك بايديكي، وزي ما بقول لك صوتي، ومحدش هيقدر يعمل لك حاجه. واحد اكتر واحد بكرهه فيها غيره ابن كذا. في بقى بيشو وبيكو وفي عمرو. انت عارفه صاحبك عمل ايه معانا؟ عمل ايه؟ كان جاب لنا شويه حشيش ما حصلوش، وبعدين كلام قبيح ما اقدرش اقوله. كلام بقى اخونا ميم اتش، وكلام كتير جدا ما ينفعش يتقال، ومسمين بقى مش عارف ايه لله وحاجات كده، وعندي كتير جدا الحقيقه. عندي كمان لقطات فيديو، بس انا برضو بقدر الامكان حاولت ان انا يعني، ما انا برضو انا بقول لك ولاد ناس يعني، ما اقدرش، بخاف برضو بخاف عليهم، مش بخاف منهم، ما بخافش الحمد لله من حد الا من ربنا سبحانه وتعالى. لكنه انا بس تحذير. انا هوريكم بس ده احتفال بفوز الاهلي على الصفاقسي في تونس. فشويه من مشجعي الالتراس بتوع الاهلي بيحتفلوا مع مشجعي الالتراس في الترجي هناك بهزيمه الصفاقسي. ادي ازازه الخمره. عايز اوريكم شويه ازايز كمان، مش عايز اوريكم الاغاني بقى لانه ايه هتتخضوا شويه، بس عايز اوريكم شويه ازايز خمره لشباب 20 و22 و21 سنه. انا بصوا حضراتكم مفيش وعي، محدش واعي خالص. ده بقى يعمل ايه البيه؟ بيصب الخمره اهي، وبعدين يحطوا فيها او الفودكا، ما بعرفش في انواع الخمره والله، عمري ما شربتها. ماشي كده،
جاي يصب وهتلاقي كل الازايز فاضيه. كفايه كفايه يا سعيد، مش عايز اجيب اكتر من كده، كفايه كفايه. وبقول لهم هم كمان كفايه، وانا مش هبطل. عارفين الفيلم بتاع اسماعيل بتاع عبد الحليم حافظ وعبد السلام النابلسي ومحمود المليجي، قال له يا انت تبطل صحافه يا انا بطل تصوير، باينه والعكس، يا انت تبطل تصوير يا انا بطل صحافه. قال له انا مش هبطل صحافه، مش هبطل تصوير، وانا مش هبطل اقول الكلام ده. هتشتم في المدرجات ما عنديش مشكله خالص، لكن لما هنقذ ولد واحد بس، لما اهله هيشوفوا الصور دي طبعا هم هيروحوا يضحكوا على اهلهم، يقول لك لا ده صور متركبه، والله ما ده كارهنا، عمل ايه للنادي ده وخلى ايه وسوى ايه ده